السلام عليكم. الحالة اللي قدامي دي من الحالات الغريبة جدا واللي كنت اتكلمت عليها في المحاضرة اللي اديتها في مؤتمر CGC في القاهرة. وبصراحة أنا لما اتكلمت على الحالة دي حسيت من الناس اللي قدامي إن هم مش مصدقيني، وتعدي الأيام ويجي لي حالة مشابهة جدا. الجهاز ده 14 برو ماكس شغال مش جايب شبكة، في تسريب 600 او 700 ملي امبير قبل الاقلاع. فتعالوا كده، انا لما فصلت البوردتين لقيت ان البوردة اللي تحت هي اللي فيها سبب التسريب. انا لسه ما اعرفش ايه هو سبب التسريب. انا موصل السلك ده في مسار ال VDD مين. بصوا اهو في شورت اهو بيوصل ل 500 ملي امبير. تعالوا نقيس ممانعة المسار ده في البوردة اللي تحت اهو، هقيس على نفس النقطة اللي هي فيها ايه التسريب او الشورت. الممانعة 350، الممانعة سليمة، والجهاز فيه تسريب 600 ملي امبير والجهاز شغال. دي حالة من الحالات اللي انا قابلتها قبل كده واتكلمت عنها، وبصراحة من يوميها من يوم المؤتمر انا شايلها في نفسي لحد دلوقتي، ان انا شفت على وجوه الناس ان الناس مش مصدقاني. جا الجهاز ده عشان اثبت لكم عملي ان الممانعة مش كل حاجة. انا بعمل فيديو دلوقتي لاصلاح الجهاز ده وهينزل بعد الفيديو ده ان شاء الله.